السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم مرة طعمها حلو، طبخ الفاصولياء الحمراء على طريقتي. طريقة مميزة وطعمها مرة رهيب، ولمعرفة الطريقة تابعوا خطوات العمل. معي هنا 2 علب فاصولياء حمراء. إذا عندكم فاصولياء مطبوخة بالبيت بيكون الطعم أحلى، حطوا 2 أكواب فاصولياء مطبوخة. هنا أنا فضيت علبتين فاصولياء وغسلتهم تمام. ولطبخ الفاصولياء بنحط في مقلاة على النار بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة و2 عود بصل أخضر مقطع قطع صغيرة. بنقلب البصل شوية عشان ينشف من الماء ويستوي البصل بسرعة، وبعدين بنحط 3 ملاعق كبيرة زيت وبنقلب شوية حتى يذبل البصل. وبعدين بنحط مكون اختياري لكنه بيضيف طعم مرة رهيب للفاصولياء، حلبة حب. بنحط حوالي 10 حبات من حبات الحلبة. بنحط الحلبة على البصل وبنقلب شوية، وبعدين بنحط فلفل أخضر حار وفلفل أحمر وبنقلبهم تمام حتى يصير لون البصل بني. مهم ذي الخطوة بتعطي طعم مرة لذيذ للفاصولياء، لكن بدون ما نحرق البصل. نقلب البصل على نار هادئة جدا، لأن تقليب البصل على نار هادئة بيعطي طعم مرة حلو لأي وصفة، بعكس تحمير البصل بسرعة. ولما يصير لون البصل بني مثل ما هو موضح، بنحط ملعقة كبيرة ثوم مفروم وبنقلب حتى تفوح رائحة الثوم المقلية. وبعدين بنضيف ملعقة كبيرة معجون الطماطم وبنقلب تمام حتى يتسبك معجون الطماطم. وبعدين بنحط ماء مغلي وبنخلي التكشينة تتسبك لمدة 3 دقائق مع إضافة رشة من الفلفل الأسود. وبعد مرور ال3 دقائق بنحط الفاصولياء المعلبة المغسولة. بنغسلها تمام إذا كانت معلبة، أما إذا كانت مطبوخة بالبيت ممكن تطبخوها مع ماء الطبخ، يعطي طعم مرة حلو. بنخلي الفاصولياء الحمراء تتسبك مع التكشينة لمدة 5 دقائق مع إضافة نصف ملعقة صغيرة ملح، وكذا صارت أحلى طريقة لطبخ الفاصولياء جاهزة. ممكن بذي المرحلة تهرسوها وممكن تخلوها كذا حسب رغبتكم، بكلا الحالتين الطعم مرة حلو. وأخيرا رشيت الفاصولياء بالفلفل الأخضر الحار وقدمتها. أتمنى تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.